انا مش ساحر، بس انت سايب الكمانجه بتاعتك وعايز تظبط الاوتار بتاعتها وخايف ان انت تظبطها او مش عارف ان انت تظبطها اصلا. الفيديو ده انا هقول لك على المشاكل اللي بيقع فيها الناس وهي بتظبط الاوتار في البدايه، وهقول لك ازاي تعمل ده. او تقدر تقول كده احنا ممكن ندخل على طول في ازاي تظبط الاوتار وشويه تريكات كده ايه تخلي بالك منها هتخليك تظبط الاوتار حتى لو انت خايف. انا عايز اقول لك ان في ناس يعني هي بتعزف بقالها فتره وناس شاطره وبقالها مده بتعزف بس تخاف تظبط الاوتار بتاعتها. انا بشوف من ده كتير. وفي ناس اللي هو اصلا خايف انه يتعلم، خايف من الفكره، فكره ان هو ازاي يظبط الاوتار دي خايف منها. ففي الفيديو ده انا هقول لك خلاصه خبره سنين بقى في موضوع الكمانجا وتحديدا في نقطه ظبط الاوتار. هقول لك على كام تريكايه تسهل على نفسك وتخلي الموضوع بالنسبه لك سهل وبسيط. فمن غير ما ارغي كتير خلينا نبدا الفيديو. ما تنساش بقى ان انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وحط لي كومنت كده صبح ولا مسي، ويلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه كده استرخص في الاوتار اللي هتشتريها. وانت في البدايه استرخص في الاوتار. ليه؟ لان انت هتقطع كتير. فتخيل انت مثلا لو جايب طقم اوتار سعره وليكن $100 مثلا، انت هتزعل جامد. تخيل انت جيت تظبط الوتر كده راح مقطوع منك ادي $25 راح. فاسترخص في الاوتار. يعني بص، اقل حاجه ممكن تلاقيها قدامك هاتها، لان دي اللي انت هتجرب فيها وهتقطع منها كتير وبتاع. فدايما في البدايه استرخص في الاوتار. تاني حاجة أو تاني مشكلة بتقابل الناس وهي إن المفتاح بيرجع بعد ما يظبط الوتر وتمام، يلاقي المفتاح رجع تاني والوتر فك تاني. السبب إيه؟ الكمانجة هي خشب في خشب، يعني المفتاح خشب والآلة نفسها خشب، فأنت مستحيل المفتاح يثبت مكانه طالما خشب في خشب من غير ما يبقوا محشورين في بعض. يعني من غير ما يبقوا، يعني اللي هو عارف أنت ماسك المفتاح جامد في الخشب، مخلي المفتاح يمسك في الخشب. طب ده بيحصل ازاي؟ انت لو بصيت على المفتاح بتاعك هتلاقيه بادئ رفيع وطالع على اسمك، طالع على اتخن. انت لو بصيت على المفتاح بتاعك هتلاقي نهايته رفيعه وبيطلع على اسمك لحد ما بيوصل للقبضه بتاعت المفتاح نفسها. فالفكره من تصميم المفتاح ده ان هو لما يدخل في الخرم بتاع الخشب وانت بتلف انت اكنك بتربط مسمار، انت بتحشره لجوه بحيث ان هو يعشق في الخشب او يفضل ماسك في الخشب. فهو المفتاح بيعتمد على فكره الاحتكاك بقى، خشب في خشب. فانت عشان تحافظ على الاحتكاك ده لازم تزنق المفتاح للاخر. هتقولي طيب دي انا اعملها ازاي؟ هقول لك ان وانت بتلف المفتاح انت حاول وانت بتلف بتضغط ضغطه خفيفه لجوه. يعني اهو انا ماسك الكمانجه وانا بربط المفتاح، انا مش بربطه كده. اصل معظم الناس بيربطوه بمياعه كده اللي هو بيقوم جاي ربط. لا ده مش جيتار، انت هنا خشب في خشب. فانت لازم اهو انت بتعمل كده وانت بتربط بحيث ان انت تبقى دي بتضغط كده ودي بتضغط كده، فبتدخل الخشب في بعضه فالمفتاح نفسه يمسك في الخشب. هتقولي طيب انا دلوقتي لو عملت الحركه دي هبقى خايف ان الوتر يتقطع. هقول لك تمام، اعمل الحركه دي وانت بتفك. يعني احشر المفتاح في الخشب وانت بتفكه بحيث ان ما يبقاش في مجال ان الوتر يتقطع، وفي نفس الوقت انت حطيت المفتاح مكانه وبقت حركته خشنه، بقت حركته صعبه. في الحاله دي لما هتيجي تربط الوتر هو مستحيل انه يرجع تاني. وخلي بالك وانت بتربط برضه بتزنق لجوه. على ذكر بقى ان احنا بنربط الوتر وخايفين انه يتقطع والكلام اللي زي ده، خليني اقول لك على تركايه برضو انت ممكن تعملها بحيث ان انت تحمي نفسك وانت بتظبط الاوتار. ودلوقتي انت بتلف المفتاح وخايف ان هو يتقطع، خلي ايدك زي ما انا ماسك الكمانجه كده. بص، يعني انا مش ماسك الاوتار، يعني انا مش حاطط ايدي على الاوتار، لا انا حاطط ايدي اهو بالمنظر ده. وانا بظبط الاوتار انا حاطط ايدي بالشكل ده، صوابعي او الجلد بتاع ايدي مش لامس اوتار ولكن هو بعيد عنها، وفي نفس الوقت هو عامل زي درع كده. ليه؟ بحيث ان الوتر لو اتقطع، الوتر لما بيتقطع منين؟ بيتقطع من اضعف حته فيه. اضعف حته فيه دي اللي هي عند الفرصه. الفرصه هنا السن بتاع الفرصه بتاع الخشب دي النقطه اللي عندها بيكون الوتر ضعيف، لان دي النقطه اللي عندها الوتر يعني تقدر تقول كده ايه، في حد حاطط سكينه في رقبته. فالحته دي هي اللي بيكون عندها اضعف نقطه في الوتر. فده معناه ان الوتر لو اتقطع هو هيتقطع من عند الفرصه. طب هو الوتر مشدود واتقطع من عند الفرصه، ده معناه ايه؟ معناه ان الوتر هينطر لبره. يعني وانت بتشد المفتاح الوتر لو اتقطع الوتر هيحدف كده. طب لو انا عامل كده وبظبط الاوتار ممكن الاقي الوتر ده في وشي. فالحل ايه؟ طبعا هي حاله نادره قوي ان هي تحصل، ولكن خلينا يعني السيفتي اولا، يعني واخد بالك بحيث ان انت ما تتاذاش.
هتحط ايدك زي ما اتفقت كده، بحيث ان لو لا قدر الله الوتر اتقطع يخبط في ايدك ما يجيش في وشك. عادي انه يخبط في ايدك مش هيعمل لك حاجه، لكن لو جه في وشك ممكن يعمل لك حاجه. فاحتياطي خلي ايدك زي ما اتفقنا كده، بحيث ايه تبقى حامي نفسك. النقطه اللي بعد كده وهي ان انت تخلي بالك ان المفتاح بيلف بالملي. يعني احنا بنتحرك بالشعره. انا لما بقول لك اربط المفتاح او انت بتبقى عايز تربط المفتاح انت مش بتلف لا يعني كده ابص كده، انا شديت المفتاح بالمناسبه الملي ده، يعني المفتاح باين انه ما اتحركش من مكانه، ولكن الحركه الصغيره دي انا كده ظبطت المفتاح او شديت المفتاح شويه. فخلي بالك من النقطه دي، عشان يعني الموضوع محتاج دقه ومحتاج حساسيه شويه وانت بتظبط الاوتار. مش اللي هو انا هربط المفتاح فهلف، هتلف دي الوتر مش هيقعد معاك يعني 3 ثواني وهتلاقيه راح مفرقع في وشك على طول. فخلي بالك احنا بنتحرك بالملي. النقطه اللي بعد كده وهي ان الفرصه بتتحرك وانت بتظبط الاوتار. يعني ايه؟ يعني وانت حاطط الفرصه والاوتار لسه مرخيه وشديت الاوتار وجاي تربط المفاتيح، هتلاقي الفرصه دي بتميل لقدام. بتميل لقدام ليه؟ لان المفتاح وهو بيسحب الوتر وهو بيتلف عليه الوتر هو بياخد الفرصه معاه. يعني ادي الفرصه اهي، انت شديت الوتر هتلاقي الفرصه بدات تعمل كده. هنا في حلين. الحل الاولاني ان انت كل ما هتيجي تشد الوتر شويه تشيك على الفرصه وترجعها تاني مكانها، ترجعها تاني مكانها بان انت هتمسك الفرصه كده وتزقها لورا، ترجعها مكانها تاني تقف مكانها، وبعدين تكمل ظبط وبعدين ترجعها تاني وهكذا. وخلي بالك ان ترجيع الفرصه ده بيغير في التتوينه، فانت كل ما هترجع الفرصه هتشيك على التتوينه واللي احنا هنتكلم عليها كمان شويه. دي اول نقطه. تاني نقطه ان انت ممكن تبقى متعمد ان انت تحط الفرصه مايله شويه لورا بحيث ان هي لما المفتاح يشدها تتظبط، ولكن دي انا ما انصحكش ان انت تعملها لان هي بتحتاج خبره شويه، وفي نفس الوقت ممكن الفرصه تتزحلق منك اصلا فتتخض بقى لان هي بتعمل صوت فرقعك. واكيد الموقف ده حصل معاك، جيت تشد المفتاح وانت مش منتبه للفرصه، فالفرصه عماله تميل 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 وفجاه راحت واقعه مع ضغط الاوتار عليها، راحت الفرصه خبطه في خشب الكمانجه، انت سمعت صوت فرقعه انت نطيت من مكانك. فخلي بالك من النقطه دي. النقطة اللي بعد كده وهي ان انت ما تبدأش بظبط الاوتار. يعني انت ثبت الفرصة وبدأت تشد الاوتار، ما تتونش الاوتار. يعني ما تقعدش تمسك بقى وتر وتر وانت عايز تظبطه بقى سول وري لا اهدى شوية. انت تشد الاوتار اللي هو ما اتظبطتش ولكن انت مثبت الفرصة مكانها، وشدد الاوتار اللي هو خلاص انت قربت ان انت تظبطها. فاعمل حسابك ان انت تظبط مكان الفرصة وتثبت الدنيا وبعدين تبتدي تشد الاوتار وتتونها بقى على الابلكيشن بتاع الموبايل. وانا مش هشرح ازاي نظبط الاوتار لان انا شرحتها يجي 3 مرات قبل كده في 3 فيديوهات. فخلي بالك من التركيه دي هتسهل عليك كتير، لان انت لو ظبطت لو بدات ان انت تظبط الاوتار اللي هيحصل ان الفرصه نفسها هتتزحزح من مكانها. يعني ايه؟ يعني المرايه اهي والفرصه وراها، لو انت بدات تظبط وتر سول الفرصه ضغط الوتر بتاع سول هيخلي الفرصه تهرب يمين، ولو بدات تظبط وتر ميل اللي هو ارفع واحد هيخلي الضغط بتاع الوتر برضه هيخلي الفرصه تدخل شمال. فخلي بالك من الموضوع ده. ثبت بس الفرصه في مكانها، شد الاوتار بالتقريب وبعد كده ابتدي اظبط فيه. نيجي بقى على اخر نقطه وهي وانت بتظبط الاوتار. وانت بتظبط الاوتار ابدا بوتر ري ووتر لا، ما تبداش باتخن وتر ولا تبدا بارفع وتر. انا طبعا قلت لك ابدا بوتر ري ووتر لا على اساس ان انت ظابطها غربي، لو ظابطها شرقي هتبدا بري وصول الوترين اللي في النص، ما تبداش بالله على الجناب. ليه؟ عشان ما يحصلش اللي اتكلمنا فيه من شويه. لو انت ظبطت وتر سول في البدايه او وتر مي اللي هيحصل ان الضغط بتاع الوتر لما يجي من الحرف على الفرصه هيخلي الفرصه تتزق شويه. فدايما عود نفسك ان انت تظبط الاوتار اللي في النص الاول، بحيث ان انت لما هتشد الاوتار اللي في النص وتبتدي ان انت تتونها ده هيخلي الفرصه تثبت في مكانها، الضغط على الفرصه هيكون من نصها، فده هيخليك لما تيجي تظبط السول او تظبط المي الفرصه ما تروحش كده ولا كده، لان الوتر اللي في النص بالفعل او الوترين اللي في النص بالفعل مثبتينها في مكانها. خلي بالك من النقطه دي. وهقول لك برضو على نقطه بونص كده، ان الفرصه نفسها حافظ ان هي تكون في النص ما تروحش يمين ولا شمال. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت عندك المرايه اهي اللي هي المسطره السوداء دي، الفرصه المفروض تكون في نصها، في نصها، ما تكونش هنا ولا تكون هنا، لا تكون في نصها. دي اول نقطه. تاني نقطه هتلاقي فيه عند فتحتين الصوت في خطين، تلاقي في خطين كده في نص فتحات الصوت، الفرصه بقى بتبقى قصادهم. يعني انت لو مديت خط
من الفتحه دي للفتحه دي، او من القطعه اللي موجوده في فتحه الصوت دي لاختها الثانيه، الفرسه بقى تبقى على الخط ده. فالفرسه تكون ما بين فتحتين الصوت بالظبط. النقطه الثالثه ان الفرسه ما تكونش مايله لقدام ولا راجعه لورا، يعني كده تبقى واقفه عموديه، ما تكونش عامله كده ولا عامله كده. بس لو خدت بالك من النقط دي هتظبط الاوتار زي المحترفين ومش هيكون عندك اي مشكله. الفيديو ده بقى مع الفيديو بتاع ظبط الاوتار انت كده بقيت استاذ ومش محتاج حد يساعدك في حاجه، محتاج بس ان انت تجمد قلبك كده وتدخل على الاوتار وتجرب ان انت تظبطها. وانا بقول لك استرخص عشان يا عم تجرب وتقطع، ما يهمكش حاجه، جرب بص وخد راحتك. ولو وقفت معاك حاجه انا عايزك تبعت لي، يعني حسيت ان في حاجه انت مش فاهمها، في مشكله معاك، انا عايزك تبعت لي رساله. هتلاقي الرقم ظهر لك دلوقتي بتاع الواتساب، وهتلاقي كل وسائل التواصل في الديسكربشن. خد راحتك. لو استفدت اي حاجه من الفيديو ما تنساش ان انت تكتب لي كومنت تقول لي كده النقطه اللي انت ما كنتش واخد بالك منها او كنت بتقع فيها وانت بتظبط الاوتار. وقول لي برضو لو انت كنت خايف تظبط الاوتار قول لي تجربتك مع ظبط الاوتار يعني عموما. ما تنساش ان انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. اشوفك الفيديو اللي جاي. سلام.